ساوند سبيد ساوند فور ساوند سبيد. ليش ما نغير هذا المكان؟ ليش لحين بيه هنا؟ رمضان وهاي الحركات وكذا. هذا ذبحني. بدي اشوف احمد ورد اشوفه. اشوفه ولا تدوم حتى فطور تاخر علي. لك عمي تعبنا والله تعبنا، ما تحجون مو اعلاميين انتو، ما كافي هالسياسيين صار 14 سنه ما ظلت شغله ما سووها بينا، كهرباء ماكو، مي ماكو، رواتب ماكو، واذا نفك حلقنا نحكي هم يجي واحد يسكنه، واذا ما اجى سكنه راح يجي الاخر يسكنه حتى يوقعها براسه، يعني والله تعبنا ما تحجون سوان انتو ما تحجون ما تطلعون حقوقنا. والله عمي حقك، والله انه صحيح، صار خلاص، منا وراي راح نحكي على السياسيين، انتم امر بهذا البرنامج. احترم نفسك لك، تحكي على السياسيين شنو؟ لك احكي بس مو على الكل، اكو بعض كم واحد تجيبهم بالطاري. اوكي بس هم كلهم بيناتهم صار 14 سنه هم ما يخالف اخي، اوف السياسيين، احكي على رجال الدين، شوف رجال الدين ايش سووا بينا، لك بكل شيء حاطين خشومهم، لك والله قمت احس بروح انا الوسوسه ثلاثه، احكي عليهم، احكي لك والله واحدهم مشتغل على المنبر بنش بس يخدر بالعالم، وهو اكبر كذاب. صح، خلاص عمي هاي منا وراي راح ننتقد تصرفات بعض رجال الدين المسيئه للعالم. شبلك تحكي على رجال الدين شنو؟ لك انت وينك وينهم؟ لك ذول الاولاد جالس العراق محترق حرق. بس هو العراق محترق اصلا يعني. ما يخالف اخي، بس لا تحكي على رجال الدين، اوف احكي على شيوخ العشائر. لك شوف والله صاير بينا من وراهم، يعني اكل بالبيت ماكو، فلوس ماكو، دق فصول، مشاكل، طلايب، ذاك اليوم واحد يدق الباب يقول لي والله ابن عمك واقع بطلابه وتعال ندنم له، انا منين اعرفه؟ لا اعرفه، لا اعرف شيخ الفخذ، لا اعرف اي واحد بيهم، يعني احكي عليهم طلايبهم ما تخلص، احكي عليهم. صح، فعلا اكو بعض رجال العشائر وشيوخ العشائر هم سبب هاي المشاكل، صار منا ورايح راح نبدي ننتقد بعض شيوخ العشائر اللي تصرفاتهم مسيئه للبلد بسرعه. احترم نفسك لك، تحكي على الشيوخ العشائر شنو؟ لك ذول اهلنا، ذول تراثنا، ذول تاج راسنا، تجيب طاريهم شلون؟ يعني بشرفك انت وينك وينهم؟ انت وينك وينهم؟ يعني بشرفك انت اذا توقع بمصيبه، منو يوقف لك؟ الحكومه لو عمامك، منو يوقف لك؟ عمامي. لا عاد شلون تريد تحكي عليهم؟ انا اسف والله بكيفك، شو اسوي؟ شو تسوي؟ احكي على اعلاميين، احكي على اعلاميين، شوف الطائفيه كلها تصير من وراهم، تحريض طائفيه، اخبار كذب، زين واحدهم يجي فلس يروح فلس، احكي عليهم، شوف الصاير كله من وراهم. فعلا اكو بعض وسائل الاعلام هي اللي تسبب الطائفيه ومشتغلين طول، خلاص صح منا ورايح ننتقد بعض الاعلاميين انتم امرهم. لك انت شو كلش تبسس؟ تحكي على الاعلاميين شنو؟ لك ذولا لولاهم اللي يطلعون حقوقنا اللي سلبها السياسيين وشيوخ العشائر ورجال الدين، لك الاعلاميين منا الاخير، تحكي عليهم شلون؟ صح والله انا اسف يا ولد، بس واحد يجي يمه صح انا اسف، انت بس قول لي ايش تريد، شو تحب انتقد؟ احكي على مواضيع اجتماعيه يا اخي، احكي على الطوبه، احكي على الرجال لما يتاخر بالليل. خلاص اوكي خايف من وراء راح ننتقد الرجال اللي يتاخرون بالليل عن نسوانهم وهاي الاشياء وكذا، وتعرض النسوان علينا، لك في من السنته، لك تريد توقع لهم مشاكل، لكم انتم ايش؟ انت لا تحكي على كلمه، لكم انتم دمرتوا العراق، كل مشكله من وراكم، بس اسكت ساطين، لكم ولا تستحون انتم. اوكي خلاص راح اسكت والله، خلاص بعد ما احكي شيء. لكم ما تحجون، مو اعلاميين انتم، يعني كهرباء ماكو، مي ماكو، لك السياسيين صار 14 سنه خبلونا، ما تفكون حالكم، لكم احنا لا نحكي واحد يمسكنا، يصير علينا مشكله.